تاريخ الجيوش العربية تظهر أسماء كثيرة لقادة عسكريين ارتبطوا بالحروب والصراعات، ولكن قلة قليلة منهم انتهت حياتهم بطريقة غامضة ومثيرة للجدل، كما حدث مع الجنرال العراقي بارق الحاج حنطة الزبيدي، الرجل الذي شارك في أغلب الحروب التي خاضها العراق، وقبل أن ينتهي به المطاف مقتولا بعد عودته من الكويت عام 1991 في واحدة من أكثر القصص غموضا في تاريخ المؤسسة العسكرية العراقية. ولد بارق الحاج حنطة الزبيدي في 3 مارس عام 1950 بمدينة الكوت مركز محافظة واسط العراقية، وينتمي إلى قبيلة الخضراوي المعروفة في جنوب العراق. نشأ في بيئة يغلب عليها الطابع العشائري والانضباط الاجتماعي، وكان منذ سنواته الأولى يميل إلى الحياة العسكرية، خاصة مع تصاعد نفوذ المؤسسة العسكرية العراقية في تلك الفترة. أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في مدينة الكوت قبل أن ينتقل إلى بغداد ليلتحق بالكلية العسكرية الأولى، وهي واحدة من أهم المؤسسات العسكرية في العراق آنذاك. تخرج ضمن الدورة 49 ثم واصل تطوير نفسه عسكريا، فالتحق بكلية الأركان العراقية شمال بغداد، وتخرج فيها بصفة قائد ركن، وهو تخصص يؤهل الضباط لتولي المناصب القيادية العليا وإدارة العمليات العسكرية الكبرى. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل التحق أيضا بمدرسة القوات الخاصة العراقية التي كانت تعد من أصعب المدارس العسكرية في العراق، وتخرج منها ليبدأ مسيرة عسكرية طويلة داخل وحدات النخبة العراقية. وخلال سنوات خدمته عرف بارق الحنطة بالشدة والانضباط، كما عرف بقربه من دوائر القرار العسكري، خصوصا مع تصاعد دوره داخل القوات الخاصة العراقية التي كانت تعد من أقوى تشكيلات الجيش العراقي وأكثرها تسليحا وتدريبا. تدرج الجنرال بارق في عدد كبير من المناصب العسكرية المهمة، فشغل منصب آمر لواء 66 قوات خاصة، ثم تولى قيادة اللواء الثاني في الحرس الجمهوري، كما أصبح لاحقا قائدا لقوات حماية النفط، وهي من التشكيلات الحساسة في العراق، قبل أن يتولى منصب قائد القوات الخاصة العراقية ثم معاون قائد قوات الخليج خلال حرب الخليج الثانية. لكن ما جعل اسم بارق الحنطة يبرز بقوة هو مشاركته في أغلب الحروب التي دخلها العراق خلال السبعينات والثمانينات القرن الماضي. كانت أولى الحروب الكبرى التي شارك فيها هي حرب أكتوبر عام 1973، أو ما عرف بحرب تشرين التحريرية في سوريا. حينها أرسل العراق قوات مدرعة وجوية لدعم الجبهتين السورية والمصرية ضد إسرائيل، وكان للضباط العراقيين دور بارز في المعارك التي دارت على الجبهة السورية، خصوصا في معارك الجولان. بعد ذلك شارك في الحرب العراقية الكردية، أو ما عرف بحرب الشمال، وهي الحرب التي خاضتها الحكومة العراقية ضد الفصائل الكردية المسلحة التي طالبت بالحكم الذاتي والاستقلال في شمال العراق. وفي منتصف السبعينات دخل العراق أيضا في أجواء الحرب اللبنانية، حيث أرسلت بغداد قوات عسكرية إلى لبنان ضمن الدعم العربي آنذاك. وتشير بعض الروايات إلى أن بارق الحنطة كان ضمن الضباط المشاركين في تلك المهمة العسكرية. ومع نهاية السبعينات بدأت واحدة من أطول الحروب في تاريخ المنطقة، الحرب العراقية الإيرانية. 8 سنوات كاملة من القتال المستمر بين العراق وإيران،
شارك خلالها بارق الحنطة في العديد من العمليات العسكرية الكبرى، واكتسب سمعة واسعة داخل المؤسسة العسكرية العراقية بسبب خبرته القتالية وقيادته الميدانية. وخلال الحرب العراقية الإيرانية وتحديدا عام 1985 تولى منصب آمر لواء القوات الخاصة العراقية، وهي من أكثر الوحدات التي اعتمد عليها العراق في العمليات الصعبة والهجمات السريعة. ومع انتهاء الحرب مع إيران عام 1988 كان العراق قد خرج بجيش ضخم يمتلك خبرة قتالية هائلة، ولكن بعد عامين فقط دخل العراق في أخطر قرار عسكري وسياسي بتاريخ حكم صدام حسين: غزو الكويت عام 1990. كان بارق الحنطة من بين القادة العسكريين الذين شاركوا في إدارة العمليات العسكرية داخل الكويت، وتولى منصب معاون قائد قوات الخليج خلال تلك الفترة. في البداية تمكن الجيش العراقي من السيطرة على الكويت بسرعة كبيرة، ولكن الأمور تغيرت تماما بعد تشكل تحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ضم أكثر من 30 دولة، وبدأ الاستعداد لتحرير الكويت بقوة. ومع انطلاق عملية عاصفة الصحراء في يناير عام 1991 تعرضت القوات العراقية لقصف جوي مكثف وعنيف لم يشهد له العراق مثيلا من قبل. وخلال تلك الأيام ظهرت الرواية الأشهر المتعلقة بالجنرال بارق الحنطة، إذ تقول بعض الروايات أن صدام حسين اجتمع بالقادة العسكريين قبل بدء الحرب، وأكد لهم أن الكويت لن يتم الانسحاب منها مهما حدث، وقال لهم بحسب تلك الروايات: إذا سمعتم يوما أمر انسحاب عبر الإذاعة فاعلموا أن الأمريكان قد يقلدوا صوتي. ولكن بعد أسابيع من القصف العنيف صدر بالفعل أمر عبر الإذاعة العراقية يدعو القوات العراقية للانسحاب من الكويت. ستكمل قواتنا المسلحة الباسلة الانسحاب من الكويت. وهنا بدأت الفوضى داخل صفوف الجيش العراقي. بعض الوحدات انسحبت فورا، بينما تردد البعض الآخر بسبب تضارب الأوامر. وكان بارق الحنطة من بين القادة الذين لم يحسموا قرارهم بسرعة، إذ اعتبر أن الانسحاب يتعارض مع التعليمات الأولى التي تلقوها قبل الحرب. وتقول الروايات أن قواته تعرضت لخسائر كبيرة أثناء محاولتها للصمود، خاصة بعد انسحاب العديد من القطاعات العراقية الأخرى، ما جعله في النهاية ينسحب نحو العراق بعد أن فقد عددا كبيرا من جنوده. ولكن الصدمة الكبرى لم تكن في الحرب نفسها، بل فيما حدث بعد العودة إلى بغداد. فبعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت تم استدعاء عدد من الضباط والقادة العسكريين إلى القصر الجمهوري، وكان بارق الحنطة من بينهم. ومن هنا تبدأ الروايات المتضاربة. الرواية الرسمية العراقية تحدثت عن مشادة كلامية وقعت بين حسين كامل حسن المجيد وعدد من الضباط انتهت بإعدامهم رميا بالرصاص، واعتبرتهم الدولة شهداء من الدرجة الأولى. بينما تقول روايات أخرى أن بارق الحنطة دخل في نقاش حاد مع صدام حسين نفسه، وسأله الرئيس العراقي عن سبب تأخره في تنفيذ أوامر الانسحاب، فرد عليه قائلا أن التعليمات الأولى كانت واضحة بعدم الانسحاب مهما حدث، وأنه لم يعرف أي الأوامر يجب أن ينفذ. وتضيف تلك الروايات أن صدام حسين اعتبر كلامه نوعا من التحدي أو التشكيك في القرارات القيادة، فأمر بإعدامه على الفور. أما رواية أخرى تشير إلى أن عددا من الضباط العراقيين كانوا غاضبين بشدة بعد الهزيمة،
وكانوا يحملون القيادة السياسية مسؤولية دخول الحرب والانسحاب المتأخر، وإن النظام العراقي خشي من إمكانية حدوث تمرد أو انقلاب عسكري، فتمت تصفية بعض القادة البارزين، وكان بارق الحنطة واحدا منهم. حتى اليوم لا توجد رواية مؤكدة بشكل قاطع حول الطريقة الحقيقية التي أعدم بها الجنرال بارق الحنطة، ولا حول السبب المباشر وراء مقتله، ولكن المؤكد أن نهاية هذا الرجل شكلت صدمة كبيرة داخل المؤسسة العسكرية العراقية، خصوصا أنه كان يعد من أبرز ضباط القوات الخاصة وأكثرهم خبرة. وبين الروايات المتضاربة بقي اسم بارق الحنطة حاضرا في ذاكرة العراقيين كأحد القادة العسكريين الذين انتهت حياتهم بطريقة غامضة بعد واحدة من أعقد الحروب في تاريخ العراق الحديث. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.